السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا جماعة، لما بشوف الظاهرة بتاعت اي حد حصل له حاجة يقول انا اتعمل لي سحر. طيب يروح لحد يعني يقرا عليه وينصحه حاجات زي كده، يقول له اصل اللي عامله لك السحر فلانة الفلانية. ويطلعوا من عنده متأكدين 100% ان فعلا اتسحر لهم. طيب ده انا حاسة انه هو يعني افترى على الست اللي مفيش دليل. يعني احنا لو جينا للقضاء نقدر نقدم حاجة للقضاة اللي هم درسوا الدين ودرسوا الفقه ودرسوا الحقوق، نقدر نقدم لهم حاجة بالشكل ده؟ هياخدوا بكلامنا؟ ده لما بتبقى القضية يعني واضحة وباعترافات، وهو ده الصح. وهو ده الصح، ان احنا بنستشف، بنشوف نظرة العينين، بنسمع من ده وبنسمع من ده للوصول الى الحقائق. مش ان احنا نقول كده جزافا اصل اللي عملت لك السحر فلانة الفلانية. ده انا حاسة ان هو يعني ده افترى على السيدة دي، وربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش بكده. دي حاجة، دي من ناحية دي. من الناحية التانية، يعني احنا لو حاسين بان في سحر، لو في نقرا المعوذتين ونقرا آية الكرسي ونشرب مية احنا قاريين عليها قرآن، ونشوف يمكن احنا الموضوع هو يعني غالبا 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 100 غالبا مش سحر. ده احنا مقصرين في حق ربنا. يعني احنا لما نقصر ربنا سبحانه وتعالى يعني مش بيحفظنا ليه؟ لان عكسها، لما بنعمل الطيبات ربنا بيحفظنا. فهو حفظ الله عز وجل للعبد. احفظ الله يحفظك. فحتة السحر دي، وبعدين لما انسان يروح لحد بيسحر والطرق دي كلها، طب ما بتتقبلش صلاته؟ بتتقبلش صلاته 40 يوم، حاجات زي كده يعني. طيب لو صدق باللي قاله، لو صدق باللي قاله الساحر، طيب فقد كفر بما أنزل على محمد. يعني إخواتنا الفقهاء يفهمونا ويقولوا لنا هل أنا كده صح ولا إيه؟ انا بصراحة في حياتي كلها، لا، هو انا اي حاجة بردها للكتاب والسنة. يمكن انا قصرت في صلاتي، يعني حصل لي حبة ضربات كده. يمكن انا قصرت في صلاتي، يمكن قصرت، عملت معصية، يمكن جبت سيرة الناس. يمكن ما كانش الحاجات دي يبقى ابتلاء يعني. حصل كذا، ايوه، ما الناس كلها، ما احنا بشر، بيحصل لنا فعلا، ايوه. وممكن نقول حسد. يعني اقربها الانسان اللي هو ما بيخبيش النعمة. المفروض يخبي النعمة عن ايه؟ يعني مثلا حد عنده عيال، ما يقولش بقى ويقعد يتبهق بعياله قدامه. عنده فلوس، ما يقعدش بقى يعني يتأنزح وكده، ويقعد انا عندي وعندي. لا، كل ذا نعمة محسود، كل ذا نعمة محسود. اما باب ان كلنا عايزين نجري لشيخ عشان ليه؟ اصل مسحور لنا، ليه؟ اصل فلانة الفلان كمان يعني. ده اتهام للناس بالباطل، واحنا لازم يعني نستغفر منه علشان خاطر قبل ما هي تاخد حقوقها يوم القيامة. يعني خلينا كده في الدنيا، ها. آم، ممكن نسدي إليها معروف، احنا كده ظلمناها يعني. نعوض الموضوع ده بإننا نسدي إليها معروف.
انما انا بصراحة مش موافقة ابدا 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 على ان حد يقول ده فلان معمول له سحر من فلانة. حتى لو قال معمول له سحر، يعني يقول من فلانة، من فلانة الفلانية. طب قدروا من فلانة الفلانية، قدروا بعد الشهر. طب يبقى نوقع الناس في بعضها. الموال ده كله بصراحة أنا أبدا يعني مش بحب الدخول فيه إطلاقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.